قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبدأ القصة بسفينة في وسط البحر، وكان الجو امواج ورعد وبرق. في الوقت ده بيكون عليها علي سو وزوجته بتولد، بس المولود ما بيطلعش نفس، فبيخرج سو على مقدمة السفينة وبيطلب من تنين المية يساعده مقابل هيقدم كل خير. وفجأة بيظهر التنين وبيبعت حاجة شبه الجوهرة على بنته، وبتصحى وما بيكونش مصدق نفسه. وبتمر الايام وبتكبر جنسه، وبتقابل صدفة التنين بس ابوها بيبعدها عنه. وبعد مرور 15 سنة بتبقى عروسة وحاجة كده جميلة. اصل البنات الطف الكائنات، وبتكون خارجة من بيتها علشان تبيع شوية رسومات وتجيب فلوس. بس بيكون في شاب بارد ودمه تقيل من عيلة مو بيبقى عايز يتجوزها، بس بتديله الطرشة. وعلشان تخلع من الحوار وزنه بتحاول تخرج من مكان تاني، وبترمي كل رسوماتها من على السور وبتطلع على الشجرة. وفي الوقت ده بطلنا ليو بيكون مستغرب من اللي شايفه، وصاحبتنا اول ما شافته بتصرخ وتقول لنفسها ايه الواد الموز الحلوة ده، يخرب بيت جمال امك. واول ما بيسألها انت مين، هوبا بتقع على دماغها زرع بصل، وبتعمل نفسها ما وقعتش ولا كأن حاجة حصلت. وبيقول لها يلا لمي كل حاجة تجدي واتكلي على الله. فبترد عليه وتقول له مش علشان شاب حلوة هتعلي صوتك عليا، انا كده كده ماشية. وبتلم رسوماتها بس بتنسى رسمة ليها، وبطلنا ليو بيشوفها وهوبا فجأة بيفتكر لما كان صغير، فبيروح لها على طول ما بيضيعش وقت. وهي بتتفاجئ بيه قدامها وبتقول له مش علشان انا بنت جميلة وحلوة تيجي ورايا في كل حتة. فبيسألها على صاحبة الصورة، وهي بتقول لنفسها ده بيطلع شرار من عينه، احور عليه علشان ما يعرفش. فبياخد بعضه وبيمشي بعد ما هي اشتغلت وقالت له ما تعرفهاش. وبالليل جين بتقابل ابوها وبيقترح عليها تتجوز الواد البارد من عيلة مهو. فبتقول له لا يا عم الحاج، انت عارف اني بحب التنين الاسمر وهتجوزه، وبعدين ده بيحميني. وفي الوقت ده ليو بيكون في القصر بتاعه وماسك الصورة وعمال يحلم بيها لما كان صغير، وهي مستغربة من شكله. وفي الاخر بقت الصديقة المقربة ليه، وعمل معاها الصح وتحول لتنين وساعدها لما كان اهل المدينة تعبانين. وتاني يوم ابن مو بيروح لجين علشان توافق عليه ويتجوزها، ولما بيمسك ايدها بتفضل تطلب المساعدة، فبيظهر فجأة ليو من العدم وكلهم مستغربين. حتى هو بيسألها ازاي استدعيتيني، شكلك كده معاك نطاق التنين المعكوس. وهي حمارة مش فاهمة اي حاجة في اي حاجة. ومو بيستغرب وبيقول هو ازاي عايش بعد 18 سنة، المفروض كان مات. ويانج ابن مو بيسأل جين مين البتاع اللي ظهر مرة واحدة ده كمان، فبتقول له ده حبيبي ونور عيني من جوه. وهي بتعمل كده علشان تطفشه، وهوبا ليو بيعمل حركة بيطيره بعيد عنه وبياخد جين على الجبل. وبيقول لها الرسمة كانت انتي بتحوري عليا ليه لتاني مرة تكدبي عليا. فبتقول له انا يا ابني هو انا شفتك فين قبل كده اصلا، ولا علشان قلت لهم انك حبيبي يبقى خلاص. وبيتعصب عليها وبيقول لها فين نطاق التنين المعكوس. ولما بيشوفها مش على بعضها بيرميها من فوق الجبل في البحر، وبيقول لنفسه كده كده لو معاها هتعرف تتنفس في البحر. ولما بتتأخر وما بتطلعش بينط وراها عشان يلحقها. وهي بتلاحظ الحرافيش اللي على جسمه وبتكون مستغربة وبتقول له انت غبي ولا ايه بترميني في البحر. فبيمسكها ويقول لها لمي نفسك لا اعملها معاكي. وبيختفي فجأة من قدامها، وبيقابل صاحبه ابو سلطة وبيعرفه انه قريب هيتولى ولي العهد، وانه لازم ياخد باله من نفسه. وبيقول له زي ما تيجي بقى، وانه ناوي يكمل باسمه الحقيقي في عالم البشر لغاية ما يوصل للحاجة. وفي الوقت ده في عيلة مو بيقرر يقتله علشان يريح دماغه زي ما تيجي. وبالليل جيم بتفضل تدور على اي حاجة عشان تفهم ليو قصده ايه، وبتطلع فوق الشجرة وبتكون سرحانة وهوبا بتقع. بس المرة دي ليو بيلحقها قبل ما تقع وبيسألها ايه جابك عندي في البيت، وبيعرفها انه بيحبش الزوار. فبتقول له خلاص عايز نطلع من بيتك والناس تاكل وشي. لا يا عم اعمل حركة من بتوعك روحني. وفجأة بيمسكها من خدودها ويقول لها ما تتحركيش من هنا. وبياخد بعضه وبيخرج على الرجالة اللي بعتها مو علشان يقتلوه، بس على مين ده نينجا بيروق عليهم كلهم شغل فاخر من الاخر. وفي الوقت ده جين بتكون دخلت الغرفة الخاصة وبتشوف لوحة التنين الاخضر، وفجأة بيظهر لها ليو وبيقول لها يلا اخرجي من هنا، هو حد قالك تدخلي؟ وطبعا علشان هي حشرية شوية بتفضل تسأله عن كمية اللوحات الموجودة، فبيروح ماسكها من قفاها وطاردها بره وبيقول لها مالكش دعوة بقى اتكلي على الله. في الوقت ده مو بيعرف ان كل رجالته تروق عليهم وانهزموا، وبيكون على اخره يا عيني على دخلة ابنه الدهل وبيشتكي له من جين علشان ما ارتصاش
بتكرهه ومش بتحبه. وتاني يوم الامير الصغير بيهرب من القصر والحراس بتقلب الدنيا عليه، وهو اول ما خلاص هيحس انه يتقفش بيهرب منهم على ناحية الغابة والحرس وراه. وبالصدفة بيقابل قافلة اللورد الجيانج مع بنته لين، وبيفضل يقول لهم الحقوني دول بيحاولوا يخطفوني. وهوبا بنت اللورد بتطلع من العربية وحركات وحلويات وبتضرب كل الحرس وبتنقذه. دي البنات طلعت حكاية وتستاهل كل الحب، وكان هيقع في الارض بتطير وتلحقه وبيفضل متنح في جمالها. فبتقول له يا ريت ما تقولش لحد باللي حصل دلوقتي، وبتاخد بعضها وبتمشي. في الوقت ده في بيت جين سو الحراس بتكون مبهدله الدنيا وقلبين البيت فوقاني تحتاني، وبيكون كل ده بسبب الخنزير مو. وجين بتحاول تتكلم مع ابنه بس هو بيديها الطناش، كل ده علشان تترجاه وتتجوزه. والحراس بتلاقي ورقه محروقه وبتوريها لابن مو، وهو من غير كلام بيأمروا الحراس يقبضوا على سو. وبيقول لجين ان ابوها حرق لوحة التنين الاخضر الوحيدة في العالم ودمر الكنز الوطني، وبيأمروا الحراس انهم يطردوهم بره بيتهم. بس يا عيني جين كل ما تروح لحد من صحابها بيقفلوا الباب في وشها، وفجأة بتفتكر اسم اللوحة وبالليل بتروح لقصر ليو وبتطلع من فوق السور بس رجليها بتفلت وبتشنق نفسها. واول ما بتقول حد يساعدني فجأة بيظهر ليو وبينقذ حياتها وبينيمها على سريره، وبيكون مستغرب هو بيظهر لها كده ازاي، وبيقول لنفسه طالما مش معاها نطاق التنين فهي مين. وبيفتكر لما كان صغير واداها نطاق التنين علشان ينقذ اهل القرية وفشل انه يرجع لوطنه. وتاني يوم لما بتصحى بتكون فرحانة انه انقذها، وفجأة بتلاقيه واقف وراها وكل سماجة بتقول له انت بتعمل ايه هنا، ولا كمان بتشرط عليه انها تفضل هنا لغاية ما ابوها يخرج من السجن. فبيقول لها حيلك حيلك ايه ده كله، وبعدين انت في قصري مش واخده بالك ولا ايه، اتكلي يلا على الله. فبتترجاه انه يسيبها حتى شهر واحد، ولما يقول لها اخر 3 ايام ما بيكونش عاجبها، فبتقول لنفسها 3 ايام 3 ايام هنعمل ايه بس يلا مش مهم. فبتاخد بعضها علشان تقابل صاحبتها الانتيم علشان تتوسط لها عند اخوها، بس بتكون شايله منها وعينيها ما بتشوفش غير حقد وغيره من جين، وبتفضل تطلع فيها القطط الفطسانه. وجين ما بتكونش مصدقه الكلام من صاحبتها الانتيم من غدر البنات. وفجأة بيظهر ليو وبياخدها بعيد عن الناس بعد ما اتفضحت قدامهم، وبتسأله عن لوحة التنين الأخضر وازاي هي عندك وابويا دمر زيها. فبيقول لها ده مستحيل يحصل علشان ما فيش غير واحدة بس. وأول ما تسمع كده بتترجى إنه يساعدها، ولما بيرفض بتفضل تعيط، وهو علشان قلبه حنين وكبير سابها تعيط لتاني يوم لغاية ما عينيها اسودت. وبيقول لها جهزي نفسك هنزور أبوكي بالليل، مش قلتلكم قلبه حنين. وبتروح معاه بالليل وبيقابلوا ابوها، وهو اول ما بيشوف ليو ما بيكونش مصدق نفسه وبيسأله عن واحد، بس ليو بيعرف انه مات من 13 سنة فاتوا. وابوها بيقول له اصل جميلة في رقبتي. وبعد الزيارة بيخرج معاها وبيمشوا في السوق، وهي بتشوف واحد بيبيع قصص للتنانين، وهي بتعمل زي العيال الصغيرة لما بتلاقي لعبة وبتفضل تزن على ليو علشان يشتري لها كتاب، وبتقول له انها بتحب التنانين وهتتجوزه. بس هو بيديها الطناش وبيقول لها التنين هيسيب كل البنات ويتجوزك انتي، وبتكون مستغربه انه يتكلم معاها كتير، وبتقول له ما تقلقش هساعدك علشان توصل لنطاق التنين اللي بتدور عليه. وعلشان هو حنين وقلبه كبير بيشتري لها قصص التنين اللي مع الراجل. وتاني يوم بتروح له في مكتبه وبتحاول تساعده، بس بدل ما تساعده بتكسر له في كل حاجه، وهو خلاص ما بيكونش طايق نفسه. بيقول لها ابوس ايد امك ما تعمليش حاجه تاني. فبتقول له طالما كده عايزك توصل لي رساله للتنين الاسمر، وبتسيبه وتمشي. وفي الوقت ده بيكون ابن مو عمال يبعت جواسيس علشان يراقبوا ليو بس بيروق عليهم. وفي نفس الوقت في قصر الامبراطور ليو بيروح له وبيعرفوا ان الامير عنده بس في حد كمان معاه، وبيسألوا عن عيلة جين. والامبراطور بيكون مستغرب انه بيسأل وبيهتم بالبلاط الملكي. وصاحبتنا جين بتفضل تسأل برضو عن اي حاجة عن نطاق التنين، وبتقابل ابن مو وبتقول له بقول لك ايه يا بتاع انت ابويا بريء وهتشوف كمان، وبتمسح بكرامته الارض. فصاحبنا بيتعصب وبيأمر الحراس انهم يقبضوا عليها، وهوبا فجأة بيوصل ليو بيروق عليهم كلهم عيل تنين مجنح بصحيح، وبياخد جين في حضنه ويختفي وبيقولها سيبيني بقى وصلنا للجبل هتفضلي كتير كده. وهي بتكون مستغربة وبتقول له يا حلاوتك يا واد احنا طرنا كل ده، وبتفضل تضحك عليه وتقول له تحول. فبيقول لها مش مصدقة ليه اني تنين، بس حاليا مش هعرف ارجع وطني بسبب واحدة شبهك غفلتني. في الوقت ده مو بيحكي لابنه اللي حصل زمان
كمان مع ابو ليو في بلاط الامبراطور والعداوه اللي بينهم، ولما بيمشي ابنه بيأمر الحراس انهم يقتلوا ليو باي طريقه كانت. وبالليل جيم تفضل تتخيل ليو، وفجاه بيظهر لها في البانيو وبيكون مستغرب هو وصل هنا ازاي. وصاحبتنا واقفه ومتنحه في جماله، فبيقرب منها ويقول لها هو كل ما يبقى عندك حرمان تستدعيني، لازم نخلص من الحوار ده. واول ما بيسمع صوت الامير الصغير بيرجع الاوضه على طول، وبيفتكر لما كان بيلعب وهو صغير. وتاني يوم بيلاقي جين عماله تغطس وتعمل حركات غريبه في الميه، وتقول له ما تقلقش هساعدك علشان تبقى تنين وتلاقي الحاجه اللي عايزها وتكمل اللي بتعمله. وهو اخر ما بيزهق بيسيبها ويمشي علشان يتخنق منها. في الوقت ده في عالم التنانين بيكون ولي العهد التاني عايز يتخلص من ليو قبل ما يوصل لنطاق. وبالليل في قصر ليو بيظهر واحد متنكر وكان بيحاول يقتل جين، بس بيوصل ليو بيخرجها وبياخد بعضه ويروح لابن مو ويمسكه من زمارة رقبته ويقول له لو فكرت تأذي جين هعملها معاك. ولما بيعصبه بيغطس وشه في الميه وشويه بتيجي على رقبته وحرافيش التنين بتبان عليه. واول ما بيسمع صوت الحراس بيختفي على طول وبيرجع القصر قصاد جين على طول، وبيقول لها ما تقلقيش طول ما انت موجوده في قصري، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم صاحبة جين العقربة بتوصل رسالة مكان اخوها ليو على اساس مكان نطاق التنين، وجين بتاخدها وطبعا بتشغل دماغها وبتروح للمكان الموجود، وبتلاقي شخص متنكر وبتحاول تضربه فبيجري منها لغاية ما قطع نفسها ومش قادرة. طالما انت مالكيش في الجري والبهدلة بتشغلي دماغك ليه موكوسة. وبتقف في وسط الشارع، وكان في عربية كانت هتشيلها شيل من على الارض. على وصول ليو بينقذ حياتها وبيوقف الحصان بايد واحدة وبيقول لها كله تمام فوقي بقى، وبيختفي وبيلحق اللي كانت بتجري وراه. وفجأة بيظهر ناس وبيحاولوا يقتلوه ويقتلوا جين، وبقدرته السحرية بيقدر يوقفهم ويتغلب عليهم كلهم. وديلو بيخرج بسبب المية اللي اترشت عليه. وصاحبتنا بتصدم اول ما بتشوف الديل وبتقول له ده انت فعلا تنين، وبيغمى عليها. ولما بيروحوا البيت بيقول لها يا ريت ما تعرفيش حد باللي شفتيه، فبتقول له عيب عليك يا حليوه، حطي في بطنك بطيخه صيفي ده سرنا الصغير. وفي الوقت ده في عالم التنانين الامير بيؤمر الحارس انه يتابع نطاق التنين علشان حس بيه. وتاني يوم الامير بيقابل ليو وبيقول له شايفك يا شقي اليومين دول مهتم بجين، حنت ولا ايه؟ وصاحبنا ليو وشه بيقلب الوان وبيقول له لا يا عم كل اللي فيها اني مخليها علشان نطاق التنين. وفي الوقت ده بتكون جين سوا عماله تشرب وتقول لصاحبتها انها هتفضل مخلصه للتنين الاسمر على دخلة ليو، بس بيلاحظ دخان اسود وبيكون شاكك انه شافه قبل كده. وبيطلع الامير لعالم التنانين وبيقول لصاحبه ان ليو بيحمي بشريه تقريبا معاها نطاق التنين المعكوس. وطبعا جين بتكون مش شايفه من كتر الشرب وبتحضن ليو وبتقول هو العمود ده بقى طري ليه كده فوق يا موكوسه، والنبي البنات دول عليهم حاجات. وليو بيشيلها وبيوديها على السرير تريح. وتاني يوم ليو بيروح بنفسه المحكمه وبيبدا يحقق مع متهم في حوار رحت التنين الاخضر، ودي اللي متهم فيها ابو جين. وبعد ما سمع كلامه بيقول لهم في حاجه غلط في الموضوع ده. وبالليل ليو بيروح للسجين علشان يحاول يساعده ويفهم ليه بيزور في كلامه. في الوقت ده مو بيؤمر ابنه انهم لازم يتخلصوا من السجين علشان ما يتكلمش. وتاني يوم ليو لما بيروح له بيلاقي ميت بطريقه غريبه ومحدش عارف السبب. وفي بيت ليو جين بتخرج من القصر بتلاقي تنين في وشها وبتخاف منه بسبب طريقته. وفجاه بيظهر ليو قصادها وبتساله هو انت شكلك بيبقى عامل ازاي لما تتحول لتنين؟ فبيقولها اشمعنى يعني السؤال يا قطه؟ فبترد عليه انها شايفه التنين اسمر وخوفها وبتوري له مشي من انهي اتجاه. وبالليل ليو بيكون قاعد في مكتبه وفجاه بيجيله سهم وجواه رساله ليه مكتوب انه لازم يروح الغابه. ولما بيروح بيلاقي ابن مو قصاده وبيقوله لو عايز تعيش كبر دماغك من قضيه عائله سو. في الوقت اللي بيتكلموا مع بعض فيه جنود بتهجم عليه وعلى القصر علشان يموتوا جين سو، بس فجاه بيختفي وبيظهر معاه في الغابه. وفي القصر بنت اللورد بتروق على هناك وبتعمل الصح، وليو بيعمل حركه بيطيرهم كلهم وبيتغلب عليهم شغل هندي فاخر من الاخر. وبيرجع القصر بيلاقي كل حاجه تحت المسطره قصدي السيطره، وبيكون وصل له رساله من السجين بخيط من القضيه. وتاني يوم بنعرف انه عمل نفس لوحه التنين الاخضر وبعتها لقصر الامبراطور مع الامير الصغير. والامبراطور بيعمل اجتماع وبيبرأ عيله سو، وواحد من الوزراء بيطلب منه يقبض على عيله مو وبيقبضوا على مو ويقول له يا ابنه خلي بالك من ليو علشان هو راجل مش عادي. وام جين بتقعد مع ليو وبتقول له انا عارفه طلبي تقيل بس محتاج
محتاجة تخلي بنتي عندك يومين كمان. ده انت يا حاجة لقطة اصلها جات له على الطبطاب. وفي الوقت ده في عالم التنانين الامير بيفضل يسمع اصوات ان ليو رجع تاني وهياخد مكانه، والخادم بيقول له ان ليو روق على شوية من عالم البشر وعلم عليهم وان الحكماء عايزين ليو. فبيبص له ويقول له طالما الحكماء عايزينه ده انا اروح بنفسي بقى. وكل كلامه شامم فيه غدر. وتاني يوم ابن مو بيحاول يدخل المحكمة بس الحراس بيمنعوه وبيقولوا له هو انت ليك وش عشان تيجي بعد كل الحاجات اللي عملتوها؟ ده انتم شوية خنازير صحيح. واول ما سابوه بيشوف واحد وبيروح وراه بس بيقع في فخه وبيكونش مصدق من اللي شايفه من حركات، والشخص ده بيكون جاي من عالم التنانين وبيعرف انه جاي يساعده علشان ينتقم من ليو. وبالليل عيلة سو بتتجمع وبتعزم ليو، وام جين بتفضل تغمز لها علشان تهتم بيه. عليكوا عايزين توقعوا الواد في حب البنت، هو كده كده واقع. وفي الوقت ده ابنه بيروح قصاد القصر وبيفتكر كل اللي حصل له من ورا ليو وهو ماسك الحبل. وبعد العزومه جين بتستغل الموقف وتقول لليو اعمل كده بس وايديهم تلمس بعض ويعملوا قلب، وهي مفكره علشان عمل كده خلاص هيبوسها بس بيسيبها ويمشي وبيبقى شكلها وحش. ولما بترجع القصر بتفضل تقول لنفسها هو مفكر نفسه مين، وبتفضل تعيط وايه الاحراج ده. وتاني يوم بتحاول تستخبى منه هو والامير الصغير بس بيقفشهم وبيقول لهم اطلعوا يا مواكيس وبيطنشها، وهي تقول له انا همشي مش عايز تشوفني هنا ولا ايه. وهي جابت اخرها وبتعمل حركات غريبه، ولما بيقول لها طب استني هقول لك حاجه فبتقول له انا خارجه. فبتقول له انا عارفه متاكده انك مش هتقدر على فراق لحظه، بس يا عيني بيصدمها لما يقول لها وانت ماشيه ما تنسيش تلمي حاجاتك كلها. يا عيني الكلام رد في صدرها قتلها. وبياخد بعضه وبيروح على البحر وبيقابل امير عالم التنانين وبيكون اخوه الكبير وبياخده على حصانه. وفجاه بتظهر جين وبتقول له مش قادر على فراقي وبتعمل بدماغها زي الارجوز. فبيقول لها اعرفك على اخويا الكبير، فبيقرب منها فليو بيبعدها عنه والدنيا بتعدي على خير. ولما بيرجع القصر بيحاول يكون لطيف مع البنات فما بيلاقيش غير الامير الصغير وبيعمل معاه بروفا. بس المشكله ان جين وبنت اللورد بيكونوا واقفين وشايفين، وجين بتقول له بتعمل ايه برا نفسك. هوبا ليو بيطير وبيقفل الباب في وشها والامير بيجري ورا حبيبه قلبه زي العيال الصغيره. يا احرجك يا عم ارمى جيت تعمل حاجه صح بوظت الدنيا. وتاني يوم ليو بيقابل ابو جين وبيحكي له اللي حصل اول ما اتولدت ولما كانت ميته وحصلت المعجزه والتنين انقذ حياتها، ومن ساعتها وهي عندها خوف من الحاجات اللي بتلمع. ولما كبرت قابلت التنين وهو بيفتكر لما كان بيرسم لوحه التنين وحد شربه حاجه اخضر واغمى عليه. وبالليل بيقابل جين وبيقول لها هو انا ليه كل ما اشوفك ببقى عاجز قصادك، اوعى يكون ده الحب يا نهى. فبتقول له اركز كده مهلك، وبتحكي له من صغرها وهي بتحب التنانين واكيد انا هبقى عروس التنين. فبيقول لها ان هو الشخص اللي قابلته وهي صغيره وسبتيه ومشيتي ودلوقتي مصممه تتجوزي التنين. واول ما بيحضنها شكله بيتغير وبتكون مستغربه وبتروح تمسك الخوازيق اللي طالعه في دماغه وهو بيسيبها ويجري. ولما بيكونوا في البيت كل واحد بيحلم بالتاني كانهم عايمين مع بعض حاجه اخر حلاوه، بس الحلم يقلب كابوس وصاحبنا ليو يصحى وهو مخدود عليها بس هي بتكون تمام. وتاني يوم بيهني الامير الصغير بانه هيبقى الامبراطور لعالم البشر ويقول له وعدني ما تزعلش مهما اعمل في المستقبل. فبيقول له اوعى تقول لي انك هتتجوز الساحره جين، دي عامله لك سحر اسمع مني. وهو مش عارف ان ليو واقع على وشه بيحبها اخر حاجه. وبيروح هو وجين القصر بس بيكون ابن مو مجهز الرجاله وناوي على غدر. ولما بيكون ماشي لوحده الرجاله بتهجم عليه وبتربطه بالحبل بس نينجا بيروق عليهم. وبتظهر فجاه جين في وش الاسهم وفي اخر لحظه يفك نفسه ويحميها وحراس البلاط بتقبض عليهم. وصاحبتنا جين بتفضل تتدلع على ليو كانها انصابت. عليكوا يا بنات من التمثيل ما كانش جرحه صغير. في الوقت ده امير عالم التنانين بيعرف باللي حصل وان خطته فشلت ونفس الجرح ظهر عليه. ده انت اخي خبيث. وفي نفس الوقت ليو بيكون مستغرب هو ازاي كل ما يبقى في خطر بتظهر جين قصاده وهي بتقول له نعم يا اخويا ان شاء الله وانا اللي هحميك يا وكستياني. الوقت ده الامير الصغير بيتنكر بلبس الخدم علشان حبيبه قلبه ما تشوفوش امبراطوره تتغير ويفضل يمثل عليها ان حياته كانت صعبه ويحاول ينام على كتفها عشان يعيط بس بيلاقيها اقصر منه فبيأثر نفسه وبيفضل يمثل عليها ان عيلته فقيره ويكسب رضاها وعلشان قلبها حنين بتمسح له دموعه وتقول له تعال اعزمك على اكل. في الوقت ده ليو بيروح على البحر وبيفتكر لما كان صغير
الصغير وبيضرب بالسكينة البحر ينفتح نصين، بس بيفشل في المرات اللي بعدها وبياخد بعده ويمشي وهو محبط وبيفضل يشرب مع الأمير وجين، وبينزل يتمشى مع جين وبيستخدم قوته علشان قالت له إن البحر مظلم وخايفة وبينور لها الطريق. في الوقت ده ابن مو بيكون في وسط البحر بعد ما هرب وبيقع من على القارب في المية، وتاني يوم بيلاقي نفسه على شط عالم التنانين وبيقابل أخو ليو بس ما بيكونش عارف، بس ابن مو خبيث وبيقول له أكيد أنت خصم ليو برضه، فبيرد عليه المهم اسمع كلامي وخليك مطيع، هويتي ما تلزمكش دلوقتي. وفي الوقت ده ليو بيكون واقف مع جين وبيقول لها إن في النهاية إنك هتتجوزي حد تاني، ولما بيمشي بتروح جري عليه وبتقول له يا عم فوق، كل الحوار ده إني هرجع بيتنا تاني وما تبقاش قموس كده. وأول ما تقول له يعني أنت بتشتغلني كل الفترة دي ومش بتحبني، بيفتكر كل اللي حصل ما بينهم فبيعتذر منها ويمشي، حاطه قلبها اللي ما عندوش اهل بحد يزعل الكتكوته دي. وتاني يوم لما تنتقل بتفضل تعمل حركات قصاد قصر ليو علشان تلفت انتباهه، بس هو قبلها وتقول للخدامه هو احنا بقالنا كتير ناقلين ولا ايه؟ فبتقول لها يا جين ده ما عداش نص يوم. يا عيني جين تقول لها امال انا حاسه انهم سنين ليه كده. في الوقت ده ليو بياخد بعضه بيروح على الجبل، وهوبا هيجان في البحر وضباب اسمر بيهجم عليهم، فيقلق على جين ويروح لها جري، يلاقيها جوه البيت في وسط النهر وبياخدها في حضنه وينقذها. ويلاقي حارس امير عالم التنانين ويقول له وصل لاخويا لو فكر يأذي جين تاني هعمل معاك جلاشه. فبيحكي لاخوه على كل اللي حصل وانه ما صدقش نفسه وانه الامير الحقيقي لعالم التنانين. في الوقت ده جين بعد ما انقذها ليو عماله تكلم نفسها وتقول شكله لسه بيحبني، ولما تروح علشان تطمن عليه يقول لها ما ينفعش واحده عذراء تكون مع شاب اعزب لوحدهم. فتقول لنفسها هو ليه مفكر اني اتحرش بيه يعني، ولا هو مصدق نفسه مع انه حلو الواد. تاني يوم جيم بتنزل السوق وفجأة حتة شجرة بتقع من العمال عليها، بس ليو بيظهر فجأة وينقذها. فتقول له يا دي النيلة هو انت لازق لي وعايز نحميك ولا ايه؟ شكل دماغها فيها شرابات متوسخة، بيقرر يخليها معاه علشان يحميها بدل المرمطة اللي بتحصل له دي. وبياخد بعضه بيقابل مو في السجن وبيقول له يعني كنت عارف هويتي من الاول وفوق كل ده متورط مع الاجانب. فبيرد عليه وبيقول له هانت موعد الانتقام، معرفش انت ازاي عشت بعد ما اتسممت انت وابوك. فبيقول له اعلى ما في خيرك اعمله يا كفته وحسابك معايا هتشوف. ولما ليو بيرجع البيت بيقع ناحيه الشجره وبيفتكر كل التفاصيل الحلوه تبع جين. في الوقت ده الحارس بيدخل على ابوه بيلاقيه مقتول في سريره، وابنه بيعرف بالخبر وبيبقى مصدوم. والحارس بيقول له اخر واحد كان عنده ليو، فبيفضل يعيط وبيحلف انه هينتقم على موت ابوه. وتاني يوم جين بتروح لليو في القصر وبتفضل تعمل حركات زي العيال الصغيره، بس الامير الصغير بيقول لها انه مش هيقابل حد. فبتقول له انت عبيط ولا ايه؟ ده انا جين فوق كده. فبتشغل دماغها وبترمي فار في القصر وخطتها بتنجح وبتقدر تقابل ليو. فبتقول له مالك كده مش عاجبني وبعدين مش متفقين قبل كده؟ هو يسكت لا طبعا، بيعكها اكتر وبيقول لها كلام يزعل. فبتاخد بعضها وتمشي، وعلشان هو قلبه حنين زي كل الشباب طلع وراها بعد ما سابها تعيط حبه حلوين. وتاني يوم واحد من حراس ليو شاف شخص غريب بيمشي حوالين القصر، فراح وراه على شط البحر، بس فجأة رجل التنين بتدوس عليه وبيطلع نفس الشخص اللي شافه وبيقول له وصل رسالة التهديد لليو. واول ما يمشي ابن مو بيروح لاخو ليو والحارس بتاعه على الشاطئ وبيطلب منه مساعدة. فبيقول له كده كده ماليش مصلحة، بس عايز ليو يحس بطعم الهزيمة، عليك بس تسمع كلامي وتقتل ناس اكتر. في الوقت ده بتكون جين في المهرجان وليو بيروح لها علشان يودعها علشان ناوي يمشي من المدينة، وجين بتقول له خلاص ناوي تمشي وعايز ننساك بالسهل كده؟ طب انا اهو بعلن انفصالي عنك وخد النطاق. هوبا ليو بيوقف الزمن وبيفضل يسحب الطاقة من جسم جين، بس بيلاحظ بانه قلبها فبيرجعه مكانه. واول ما تفوق بتقول له شكلك على الله حكايتك ومش عارف تسحب نطاق التنين من جسمي. فبيقول لها مرة تانية وبيعرفها انه مش هيمشي المرة دي قاعد معاها. وفي الوقت اللي كان ليو بيحاول ياخد نطاق التنين من جسم جين اخوه اتعور في ايده، والدكتور لما بيشوف الجرح بيكون مستغرب، وصاحبنا بيفتكر لما حاول ياخد النطاق من جين وهي صغيرة وحصل له نفس الجرح في ايده. وفي نفس الوقت جين بتكون طايرة من الفرحة بعد ما لقيت ليو غير رأيه وهيقعد مش هيمشي. واول ما تقول هو انا هفضل مستنياه كتير هوبا بيظهر جنبها على طول وبتوعده انها هتفضل جنبه. وبالليل بيكون قاعد مع الامبراطور وبيشوف دخان اسمر فوق القصر. في الوقت ده في السوق بيكون راجل معدي بالصدفة وبيلاقي واحد مقتول
طول بنفس طريقة قتل موه، وكده بتكون بدأت خطة أخوه الخبيث. وتاني يوم الخبر بينتشر إن التنين هو السبب في جرائم القتل اللي بتحصل في المدينة، وجين بتروح للإمبراطور علشان يبارك لها جوازها على ليو. بس هو أول ما سمع رفض فكرة الجواز أصلا، وبدأ يشرح لها السبب وإن جسمه وحرافيشه مش هتستحمل العالم بتاعنا، وإنه لازم يرجع البحر. وهو كمان بيكسر بقلبها طول ما هي ماشية بتفضل تفتكر ذكرياته الحلوة معاها. وبيظهر فجأة ليو قصادها وبتقول له وعدني وقول لي كلام حلو، وأول ما تسمعه بتفضل تضحك. وصاحبتها بتحاول تاخدها علشان تفك عنها، بس أول ما تسمع قصة التنين بتعيط. والراجل اللي بيحكي القصة بيفضل يطلع سمعة عن التنين، وفي الآخر بيطلع واخد رشوة ابن الإيه. في الوقت ده الأمير الصغير بيعرف ليو إن جين ناوية تمشي مع بنات اللورد بره المدينة، فبيقول لنفسه هي عرفت حاجة ولا إيه، فبياخد بعضه وبيروح على قصر سو علشان يقابلها. وهي أول ما تشوفه بتقول له أنا عارفة أنت جاي ليه، وبعدين علشان أريحك مني زي ما أنت عايز. فبيقول لها لو سافرتي مش هعرف أحميكي، ولو زعلتك في مرة أنا آسف وحقك عليا. بس بتصدمه بكلامها وإنها مش مستعدة تتأذي، وبتعرفه إن الإمبراطور رفض جوازنا، وبتدخل وتقفل الباب. في الوقت ده في عالم التنانين الدكتور بيقتل واحد من الحرس وبيهرب، واخو ليو بيعرف اللي حصل، فبيقول له مش هيعمل حاجة وكده كده هنعرف نكره شعبنا في ليو، ده بقاله أكتر من 500 سنة بره عننا. وتاني يوم جين بتكون مع صاحبتها واقفين قصاد ناس مهمة، بس جين بتحط عليهم كلهم وبتخرج، وفي عقربة بتطلع وراها وبتتحداها في ركوب الخيل. وعلشان صاحبتنا فاهمة وعارفة كل حاجة بتقبل بالتحدي، بس بتكون على الله حكايتها ومش عارفة تتعامل. بس حظها حلو، بيكون ليو متابعها وبيستخدم قوته على الحصان وبتفوز على البنت العقربة. وبالليل ليو بيروح على الشاطئ وبيقابل الدكتور العجوز، والدكتور بيقول له ان اخوه عنده جرح بسبب اقترابه من نطاق التنين، وانت الوحيد اللي مكتوبه لك وانه يعرف اخوه. وبيعرف ان ابوه مات ووصى ان نطاق التنين يبقى ليك، وانك المفروض تكون امبراطور عالم التنانين. وليو بيدخل في حالة صدمة بسبب اللي سمعه. وتاني يوم ليو بيروح لامبراطور عالم البشر وبيطلب منه يحقق في قضايا القتل اللي بتحصل. في الوقت ده ابن مو بيقابل اللورد وبيحاول يستفزه وبيستغل انه انطرد من المحكمة، وبيقول له انه هيرجعه تاني مكانته بس بمقابل يبقى معاه. وبالليل ابن مو بيدخل المدينة وبيقتل واحد من الحرس وبيتنكر مكانه وبيقدر يدخل ما بينهم. وتاني يوم لما بتصحى جين بتلاقي ليو نايم جنبها وبتقول له بتعمل ايه هنا يا تنين يا فاسق يا لعبي، مش انت مش بتحبني سيبني في حالي بقى. ولما بتسيبه بتنزل السوق بيروح وراها، هي دي الحب وسنينه. والعقربة بتشوفه قاعد لوحده وبتروح تقعد معاه وبتحاول تقرب منه. وصاحبتنا جين اول ما تشوف كده نار الغيرة بتولع في دماغها وبتروح تقول لها يلا يا حلوة من هنا ده جوزي المستقبلي، وبتقول له اوعى تتكلم مع بنات غيري فاهم. عليكم يا بنات مش هتبطلوا عمايلكم دي، لازم واحدة تدخل علشان مشاعركم تتحرك. وبيجي لها خبر انهم لازم يرجعوا القصر، وبعد 3 ايام بتظهر جثة كمان نفس طريقة القتل. وجين بتلاحظ واحد بيهرب فبتروح وراه، بس بيكون نينجا وعمال ينط من بيت لبيت. والغبية بدل ما تمسكه بتمسك صاحبتها اللي كانت بتطارده وبتفهمها انها رايحة وراه علشان تمسكه. وفجأة ليو بيظهر قصادها وبيقول لها ايه اللي جابك، فبتقوله انها هنا علشان تحميه. قال ايه كتكوت ضعيف عايز يحمي تنين. في الوقت ده ابن مو بيقابل اخو ليو وبيعرفه بكل جديد في خطتهم. وفي نفس الوقت في واحدة في السوق بتتهم ليو انه حاول يقتلها وياخد قلبها، وابن مو بيوصل وبيعرف يهدي اللعبة عليه، بس كله في الاونطة. وتاني يوم الناس بتتهمه بانه قاتل، وجين بتوصل علشان تحاول تدافع عنه بس بيهاجموها هي كمان. فبيظهر ليو بياخدها وبيدخل القصر وبيشكرها انها واثقة فيه وبتدافع عنه. في الوقت ده واحد بيبلغ الامير الصغير ان الكراش عندها موعد غرامي النهارده، فبياخد بعضه وبيتنكر وبيفضل لازق لها. بس الراجل بيعرف ان الامير بيغرب الدنيا قصاد حبيبته. وفي نفس الوقت الامبراطور بيصدر امر بتفتيش بيت ليو بخصوص القضايا القتل اللي بتحصل، وبيبعت الحارس وبيلاقوا ورق في مكتبه ودلائل وبيقبضوا عليه وبيحطوه في السجن. وطبعا دي حاجه ما تفوتش على ابن مو، بيدخل وبيبدا يعذبه وبيفضل يهري في المهري وعن عيلته. فليو بيقول له اخرك فاضي وهنشوف يا حالتها. واول ما الامير الصغير بيهرب بيروح للامبراطور وبيقول له ان ليو ملوش علاقه ان انت اتسرعت. وبالليل ابن مو بيقابل اخو ليو وبيبلغه بكل جديد حصل معاه والخطه تمام وانه هيخلص على جين. تاني يوم جين بتروح لصاحبتها وبتقول لها تساعدها علشان تهربه من السجن، فبتعمل زي ما جين طلبت منها. بس ليو
بيرفض الهرب علشان يثبت براءته، وبيقول لها طمنيني على جين وانه بيحبها مع انه بيتعذب هنا. وهي خارجه ابن مو بيهجم عليها، بس على مين بتقدر تسدهم، وقبل ما يتكشف هويتها بتهرب. واليوم اللي بعده جين بتروح للامير الصغير وبتفضل تشتغل وانه صاحبها علشان تساعد ليو في القضيه، وعلشان هو قلبه حنين بتضحك عليه في كلمتين، والنبي امير على الله حكايته خالص. وجين بتجمع صاحبتها والامير وبيتفقوا يحققوا في قضيه ليو في السر. وبالليل بيدخلوا قصر ليو، وصاحبه جين بتلاحظ جسم غريب فبتقول له خليكوا هنا انا هروح وراه. وطبعا جين مش هتسكت وبتحاول تتسحب، بس بتلاقي اخو ليو واقف وراه، ويا عيني علشان هي على نيتها ما تعرفش انه سبب في كل حاجه بتحصل له. وهوبا بيمسكها من رقبتها وبيفضل يهري كتير على الفاضي. وليو اول ما بيحس بيفك نفسه يروح لهم، بس الجبان بيهرب وليو بيحضن جين، والناس بتعرف انه هرب وبيظهر قدام البيت. وليو بيستخدم قوته وبيبعدهم عنه وبياخدها ويطير بيها بعيد عنهم، وبتكون حالته حاله. والجنود بتوصل لمكانه، بس بيدخل اللورد بإشارة مزورة علشان يهرب ليو، بس ابن مو الخنزير بيكتشف الخدعة وبيقبض على اللورد واللي معاه، وبيكون ليو وجين هربوا. في الوقت ده اخو ليو بيكون ماسك ابن مو عمال يغسل فيه بسبب فشله المستمر. وتاني يوم جين بتفضل تهتم بليو وبتحاول تعمل له اي حاجة ياكلها، هو ده الحب ولا بلاش. وفي الوقت ده بيكون ابن جين واللورد رئيس المحكمة عمال يعذب فيه بسبب انهم ساعدوا ليو. وبالليل ليو بيفضل يحب شوية في جين وشوية رومانسية واخر حلاوة. وطبعا بعد كل التعب ليو بيعرض عليها الجواز وبيقول لها عايزك عروسة تنين يا حلويات وهتجوزك. وهي من كتر الفرحة بتفضل تتنطط وتقول له انا موافقة وش يا تنين قلب انت. وتاني يوم صاحبة جين بتقول للامير انها مش عايزة تقابله تاني وانها تتجوز واحد تاني وبتترجاه. والامير بيبقى مصدوم من كلامها وبيقول لها انه مش مصدق كلامها وانه عارف انها مش بتحبه وبيسيبه وتمشي. وفي الوقت ده جين بتظبط اللورد والحركات وبيلبسوا فساتين الحمراء علشان يتجوزوا اخر حلاوة. وفجأة نطاق التنين بيخرج من جسم جين وبيدخل في جسم ليو وبتقع من طولها. وليو بيفضل يحاول يرجع نطاق التنين من تاني لجسمها، بس كل محاولاته بتفشل وبياخدها وبيروح لعالم التنانين بيها. وليو بيمسك حارس اخوه عشان يعمل اي حاجة يساعد بيها جين، بس بيقولوا ان نطاق التنين رجع لمكانه الاصلي. وليو بيروح لاخوه بيقول له لولا الحاجز اللي ابونا عمله من 500 سنة زمانك قتلتني دلوقتي. فبيقول له لولا انك ولدت بنطاق التنين زمان خطتي بقت عال العال، وانه مش مهتم بحاجة غير السلطة. فبيتعصب ليو ويمسكه من زمارة رقبته وبيقول له ايه الطريقة اللي هتنقذ بيها جين وبيسيبه. فبيقول له الطريقة الوحيدة انك تديني قلبك علشان تعيش. وبيفضل يفتكر ذكرياتهم وبيسيبه ويمشي. فبيروح لجين وبيشيلها وبيقول لها ما تقلقيش هفضل وراكي لغاية ما انقذك. وبالليل ليو بيدي دفتر يخص قضية التنين وبيودعه قبل ما يمشي وبينصحه انه يعتمد على نفسه. في الوقت ده بيكون الحارس عمال يهرب من ابن مو ومش مخلي حاجة وحشة مقالهاش على ليو. وهوبا بيظهر ليو، وطبعا ليو مش هيتوصى بيمسك ابن مو من رقبة امه وبيفهمه ان عيلته راحت بسبب العك اللي بيعمله. وليو بيسيبه وبيقول انه مش هيقتله، هيسيب الناس هي اللي تتصرف. وبيروح لجين وبيسحب نطاق التنين وبيحاول يرجعه تاني في جسمها، بس مفيش فايدة. بس في الاخر بينجح وجسم ليو بيروح لعالم التنانين، واخوه بيستغل انه مش في وعيه وبياخد باقي نطاق التنين من جسمه. وتاني يوم بتفوق جين وبتكون صحتها عال العال وبتبقى مستغربة اللي حصل وانه ليو ضحى بحياته علشانها. وبتروح له القصر بس بيكون فاضي، وبتطلع الجبل وبتقول له يا غبي انت مفكر نفسك هتهرب مني كده بالسهل؟ هو يا عيني نايم ومش في وعيه. في الوقت ده بيتقبض على ابن مو وابو جين وبيخرج هو واللورد بخير بعد ما التعويذه اتشالت من عليه. وتاني يوم الامير الصغير بيروح فرح بنت اللورد، وقبل ما تتجوز غيره بياخدها وبيهرب بيها. وجين تشهد على جوازهم من على الجبل. وبالليل ما بتكونش مصدقه ان ابوها ما عملش حاجه معاها. في الوقت ده الامير بيفضل قاعد قصاد اخوه الامبراطور علشان يبارك لهم جوازهم، وهي ماشيه بالبركه عندهم ولا ايه ونعمل جواز. وفي الاخر بيوافق الامبراطور بجوازهم، وجين بتبقى وحيده وبتفضل تتخيل ان مو معاها وبينقذها لو حصل لها حاجه. وفي الوقت ده اخو ليو عمال يستخدم قوه نطاق التنين في الشر، وعلامات الشر بتنتشر في الارض. والدكتور بيفضل يدعي ليو علشان يصحى ويشوف اخوه بيخرب ايه وان نطاق التنين كبير عليه. وفعلا بيتعب من كتر الطاقه اللي بيسحبها
بقى وما بيسمعش كلام الحارس، وبياخد بعضه بيروح لليو علشان عاجز عن السيطرة على نطاق التنين، وبيحس في الآخر بندم بعد كل اللي عمله في عيلته وفي ليو. وأول ما الحارس بيقول له كبارات عالم التنين عايزينك، بيستخدم قوته وبيحبسه، وبيبدأ يسحب كل الطاقة الموجودة على وجه الأرض، وكل حاجة بتنشف وتموت، وبتحصل مجاعة في عالم البشر بطريقة غريبة. في الوقت ده جين بتقابل ابنه بالصدفة، وبتكون حالته حالة، وبيدي لها صور وبيمشي، وبتاخد بعضها بتروح على الشجرة اللي قابلت أول مرة فيها ليو، وبتقول لنفسها شكلك هتفوق وتروح على الجبل وترمي نفسك في البحر وتوصل لعالم التنانين، وبتلاقيه تعبان خالص، وتفضل جنبه وتفتكر كل اللحظات الحلوة اللي مروا بيها مع بعض وتعيط. وفجأة قوة نطاق التنين بترجع لجسم ليو من تاني ويفوق، وجين ما بتكونش مصدقة نفسها، وليو بيعرف من الدكتور بكل اللي حصل لما أخوه استخدم قوة نطاق التنين غلط، والعالم عايش في جفاف بسببه. في الوقت ده بيحصل حريقة كبيرة في عالم البشر، وجين بتدخل جوه البيت علشان تنقذ الطفل من النار، وفجأة الدنيا بتمطر والحريقة بتهدى، وبتخرج جين والطفل من غير أي أضرار، وبتفتكر كلام الدكتور لو الدنيا مطرت هيحصل إيه في ليو، فبتروح تقابله هو تنين وبيقول لها ما تخافيش والدنيا بتمطر والخير بيرجع من تاني. وبعد مرور عام الأمير بيتعين رسمي نظمي إمبراطور، وجين بتفضل فوق الشجرة زي القرود، وبيظهر قصادها ليو وما بتكونش مصدقة نفسها، وكانت هتقع فبيلحقها زي أول مرة. وكده بتكون قصتنا خلصت، وليو رجع لجين بعد مرور سنين وصلح كل حاجة بوظها أخوه في عالم التنانين والبشر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. مع السلامة.